لما تروحي تسألي على العلبة وتلاقي الكيلو وصل ل 300 جنيه والنص كيلو ب 150 جنيه، يبقى وعلى ايه؟ ده احنا النهارده هنعمل مع بعض السمسمية والحمصية والسودانية وكمان بأقل التكاليف، وفي آخر الفيديو هقول لكم كمان هي وزنت معايا قد ايه. دي كده بقى الحاجات اللي انا جبتها من عند العطار. يلا بقى كده حطوا لي اللايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك، قناتي صغيرة فبالله عليكم ما تستخسروش فيا اللايك والاشتراك، وعايزة الكومنتات تزلزل بالصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. قبل ما ابدا الوصفه بتاعتي جبت الصاج زي ما انتم شايفين ودهنت في القعر بتاع الصاج زيت. بعد ما دهنت قعر الصاج زيت فرشت كيس بلاستيك شفاف زي ما حضراتكم شايفين، وعلى وش الكيس دهنت زيت كويس جدا. دي بقى كده اول خطوه هعملها قبل ما ابتدي اي حاجه. يلا بينا بقى كده نركن الصاج بتاعنا بعد ما دهناه بالزيت وفرشنا الكيس البلاستيك، ونعمل بقى كده اول حاجه معانا السودانيه. ده كده معايا جبت الطاسه على البوتاجاز، وده كده معايا ربع كيلو من السوداني. انا جايباه يا جماعه محمص من عند العطار. لو انت جايباه ني يبقى هتحمصيه، ولو جايباه محمص يبقى لازم برضو تديله تحميصه وتخرجي الرطوبه اللي في قلب السوداني، علشان السوداني يبقى مقرمش معايا لما يتحط في الكراميل او في العسل او الشربات بتاعي. بعد كده بقى ما خرجت الرطوبه اللي في السوداني جبت الكزرولة ونزلت فيها بكوبايه وربع من الميه اللي هي 250 جرام. بعد ما نزلت بال 250 جرام من الميه نزلت بنص كوبايه من السكر، وبالسباتيولا كده زي ما انتم شايفين من النص. انا ما جيتش خالص يم الحروف، بدات كده احرك الاسباتيولا واحرك السكر كده من النص علشان السكر بتاعي يدوب. بعد بقى كده ما السكر بدا كده يدوب واخدت معايا كده اول غلوه، هنزل بذره صغيره جدا من ملح الليمون وذره صغيره جدا من الكربوناتو. انا مش هقول لكم يا جماعه ربع معلقه، انا يا دوب بقول لكم كده ذره. اللي عمل الفوران اللي انتوا شايفينه ده اللي هو الكربوناتو. الكربوناتو ده برضو بتجيبوه من عند العطار، والكربوناتو ده اللي احنا بنحطه يا جماعه على الطعميه. بعد ما نزلت بذره ملح الليمون وذره الكربوناتو نزلت بثلاث معالق كبار من عسل الجلوكوز. اللي هيقول لكم عسل الجلوكوز مش مشكله في المرحله دي، لا يا جماعه، عسل الجلوكوز مهم جدا جدا، والشربات لازم يستوي معايا كويس جدا، وهقول لكم برده ازاي. عسل الجلوكوز ازازه كده برده بتجيبوها من عند العطار، مش غاليه، دي ب 18 جنيه. وحطيت ربع معلقه من ميه الورد. لو ما عندكيش ميه ورد ممكن تحطي فانيليا، لكن طبعا احنا لما بنجيب علبه الحلاوه وبناكل كده بنحس بطعم ميه الورد مش طعم الفانيليا. انا جبت ازازه كده صغيره اللي هي اسانس ميه الورد، حطيت ربع معلقه كده برده على الكميه دي. انا هسيب لكم يا جماعه كل المقادير وكل المكونات في صندوق الوصف. اللي مش عارف مكان صندوق الوصف، هو سهم صغير على ايدك الشمال تحت الفيديو، هتضغطي عليه هتلاقيني كاتبالك كل حاجه في صندوق الوصف. يلا بقى كده نسوي الشربات بتاعنا كويس جدا. هنسويه ازاي؟ طبعا هيغلي، واول كده ما تلاقوه دخل في مرحله الكراميل اللي هو اول درجه من درجات اللون الذهبي، اعرفي كده ان الكراميل بتاعك استوى او الشربات بتاعك استوى. والمرحله دي يا جماعه مهمه جدا. ممكن تعملي اختبار، تاخدي نقطه كده من العسل تحطيها في الميه، لو لقيتيها كده قرمشت معاكي وجمدت يبقى كده برضو الكراميل بتاعك استوى. نزلت بقى كده بالسوداني بتاعي في قلب العسل وقلبت. وانتوا بقى كده في المرحله دي لازم تكونوا يعني اقصى سرعه عندكم. ليه؟ علشان السوداني ما يكرملش كده ويتجمد، فلازم تعملوا الخطوه دي بسرعه جدا. وده بقى كده اول حاجه انا عملتها، الصاج اللي انا دهنته بالزيت، علشان الخطوه دي انا عايزه اكون فيها سريعه جدا. نزلت كده بالسوداني بتاعي، وخلوا بالكم بيكون سخن جدا، يعني اجارك الله السخونيه بتاعته يا جماعه فظيعه. لازم بقى كده تفردوه كويس جدا وتحاولوا تسووه بقدر الامكان. الزيت يا جماعه يعني هيسهل معاكم الموضوع شويه، ومش هيخلي السودانيه او السمسميه او الحمصيه تلزق معاكم. ولازم برده كمان تتقطع وهي سخنه. شايفين بقى كده الشكل والجمال؟ ربع كيلو عمل معانا الكميه اللي حضراتكم شايفينها دي. اظن يا جماعه مفيش اسهل من كده. وعايزه نقول لكم مقرمشه جدا، وطعمها والله يا جماعه ما هيتفرق خالص خالص عن اللي احنا بنجيبها من المحل بره. دي كده اول حاجه معايا عملتها السودانيه. هنكرر برضو نفس الخطوات، نفس الخطوات يا جماعه احنا بنكررها. جبت برضو الكزرولة وحطيت فيها 250 جرام من الميه اللي هي كوبايه وربع، ونص كوبايه من السكر، وذره من ملح الليمون، وذره من الكربوناتو، وثلاث معالق كبار من عسل الجلوكوز. وهسيب برضو كل ده كده يغلي مع بعضه. وعايزه نقول لكم بس ما تكتروش ملح الليمون، انا باكد عليكم، وما تكتروش الكربوناتو. زي ما انتم شايفين ادي
بيه الحمص بتاعي، نزلت بيه اول كده ما الشربات بتاعي بدا كده يتكرمل وياخد معايا اللون اللي هو اول درجه من الدرجات الذهبي. خلوا بالكم ما تسيبوش الكراميل فتره طويله ان هو يغمق لونه علشان ما يمررش معاكم. الحاجات دي سهله جدا يا جماعه، ما فيهاش اي حاجه. رجعت برضو على نفس الكيس على نفس الصاج ونزلت الحمصيه بتاعتي. يبقى كده بقى الصاج ده والزيت والكيس اللي انا عملته في اول الفيديو ده بقى كده هو يعني اللي هو الملك بتاعنا اللي بنكمل بيه الوصفه بتاعتنا. نزلت طبعا بالحمصيه كده زي ما انتم شايفين، واظن يعني يا جماعه هو الفيديو شارح نفسه. جبت بقى كده، طبعا هو بيكون سخن جدا، فطبعا انا بحط نص الكميه في الجنب كده على الصاج، وطبعا الكيس النص التاني بيبقى فاضي. فانا بجيب الكيس كده، يعني هو الفيديو انتوا شايفين انا عملت ايه. الكيس كده حطيته وبدات كده اضغط كويس جدا بكوبايه، ممكن بمردنه بايديكم، يعني المهم ان انتوا تفردوا وتساووا على قدر الامكان. زي ما انتوا شايفين دي كده بقى الحمصيه اهي، ما شاء الله مش عايزه نقول لكم على الهشاشه. وخلوا بالكم الكربوناتو بيخلي الحاجات دي هشه جدا جدا في منتهى الجمال. زي ما انتوا شايفين خلوا برضو بالكم ان هي سخنه برضو جدا، فبرضو يعني سرعوا ايديكم بقدر الامكان علشان يعني السوداني او الحمص او السمسم ما يقفش مع الشربات ويمسك، ما تعرفيش تقطعيه وما تعرفيش تفرديه. فاهم حاجه ان انت تكوني سريعه جدا جدا في الخطوه دي. قطعت برضو كده الحمصيه كده زي ما انتم شايفين. ايه رايكم يا جماعه؟ حاجات سهله جدا جدا والله. انا عن نفسي اول مره اعملها في البيت، انا كنت كل مره بشتريها من بره، بس لقيت بصراحه يعني تكلفتها غاليه، وانا عملتها باقل التكاليف وعملت معايا كميه حلوه قوي. هقول لكم في اخر الفيديو وزنت معايا قد ايه. ادي الحمصيه وادي السودانيه، اظن يا جماعه ما فيش اسهل من كده. بصوا ربع كيلو حمص عمل معايا كميه قد ايه، وربع كيلو سوداني عمل معايا كميه قد ايه، وبشويه ميه وشويه سكر، يعني ما كملوش معايا كيلو من السكر. يعني 3 كوبايات من الميه 250 جرام، ونص كوبايه ونص كوبايه ونص كوبايه، يعني كوبايه ونص من السكر. فحاجات بسيطه جدا يعني اللي هي حاجات لا تذكر. ده بقى كده معايا السمسم يا جماعه. السمسم بقى اللي انا جايباه ده سمسم ابيض مش متحمص. ممكن تجيبي سمسم احمر، لكن يعني السمسم الاحمر حتى لو حطيتيه على البوتاجاز وخرجتي منه الرطوبه ممكن يغمق منك وتلاقي واحده سمراء وواحده حمراء. فانتوا جيبوه احسن اللي هو السمسم الابيض، وانتوا تحمصوه كده على ايديكم. خلوا بالكم بقى لازم تقفوا قدامه، يعني ما تسيبوهوش الا يخونكم، ويعني اللي هو بقى ايه، يعني هتلاقوه كده احمر كله واتحرق، فانتوا لازم تقفوا قدامه. بعد بقى كده ما حمصت السمسم بتاعي هكرر برضو نفس الخطوات بتاعه الشربات. زي ما قلت لكم انا يعني اللي هي ال 250 جرام من الميه اللي هي كوبايه وربع، ونص كوبايه من السكر، وذره من ملح الليمون، وذره من الكربوناتو، وثلاث معالق كبار برضو من عسل الجلوكوز، وربع معلقه من ميه الورد او الفانيليا. يعني الخطوات بتتكرر، والحاجه يا دوب كده بتتشمع او تتحمص على البوتاجاز، وبتحطيها في الشربات وبتفرديها وبتطلع لك احلى حاجه. يعني حاجات بسيطه جدا جدا يا جماعه، وعملت معايا كميه حلوه قوي، ويمكن يعني ما كملتش حتى يعني التكاليف دي كلها اللي هو 8 كيلو اللي هو 300 جنيه، يعني ما دخلش معايا خالص في المبلغ ده. بصوا شايفين بقى ده كده لون الكراميل المظبوط، اوعوا تسيبوه يتحرق علشان ما يمررش منكم. نزلت بقى كده بالسمسم زي ما انتم شايفين، وقلبوا بسرعه، قلبوا علشان ما يقفش معاكم ويلزق. طبعا يعني انا حاطاه برده على البوتاجاز وموطيه اللي هو شمعه حاجه كده زي دمع العين. يلا بينا بقى نرجع للصاج بتاعنا وننزل بالسمسم بتاعنا. بصوا شايفين الشكل والجمال، في سهوله كده والله يا جماعه، ما في سهوله كده. انا فردت بالكوبايه ودقيت بايد الهون، عايزين بالمردانه ماشي، عايزين بايديكم ماشي، يعني كلها كده حاجات انا بوريكم ان انتم ممكن تفردوا اي حاجه باي حاجه عندكم. يعني انا والله انا بقول مظبوط النهارده وبتكلم معاكم اللي هو يعني بحاول كده اوصل لكم المعلومه. فان شاء الله حبايب قلبي تجربوا الوصفه بتاعتي لان هي سهله جدا جدا. يلا بقى كده حطوا لي اللايك. ايه رايكم في الفيديو بتاعي النهارده؟ انا تعبت فيه يا جماعه، فيا بالله عليكم ما تستخسروش فيا اللايك والاشتراك. الفيديو ده انا عايزاه يوصل حتى ل 100 لايك، انا قناتي صغيره وال 100 لايك عايزه اقول لكم بيفرحوني جدا.
زي ما انتوا شايفين برضو كده فردت السمسمية بتاعتي، وادي برضو بالقطاعة كده بدأت كده اقطع السمسمية. حاولوا كده تساووا يعني الشكل بقدر الامكان علشان يطلع معاكم مظبوط. بالسكينة ماشي تدهنوها زيت، بالقطاعة اللي هي بتاعت البسبوسة والهريسة الشيالة دي برضو تدهنوها زيت. ودي كده بقى بصوا يعني هو ما شاء الله اللهم بارك، يعني مسك يعني بسرعة جدا كمان السمسمية، لان السمسم كمان بيكون خفيف. كسروه بقى كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا ما شاء الله شايفين بقى كده شكل الحمصيه. ايه الجمال ده والله يا جماعه، ايه الجمال ده. يا ريتكم كمان كنتوا معايا ودقتوا الطعم بتاعها. عايزه نقول لكم الريحه بتاعت ميه الورد كمان مخليه طعمها زي المحلات بالظبط. طيب انتوا هتقولوا لي دلوقتي ممكن الحاجات دي تطرى مننا؟ ولا هتطرى ولا اي حاجه. لو عايزين تغلفوها زي المحلات بره، جيبوا الاكياس اللي هي البيضه بتاعت التلاجة او الاكياس البيضه الشفافه، قصوها كده ويغلفوا كده واحده واحده، وشيلوها في كيس هتلاقوها زي ما هي ومقرمشه وزي الفل. وكمان لو الشربات بتاعك مستوي كويس ومشيتي على الخطوات اللي انا قلتها لك، هتلاقيها مقرمشه معاكي وزي الفل. ايه رايكم يا جماعه؟ بصوا شايفين الشكل والجمال. طيب بقى انا وزنتها عملت معايا قد ايه؟ عملت معايا 2 كيلو ونص، وحاجه بسيطه جدا بعد ما خلصتها عملت معايا 2 كيلو ونص. عارفين يعني ايه يا جماعه 2 كيلو ونص؟ يعني هتجيبي ال 2 كيلو ب 600 جنيه او 550 او 500، يعني اللي هو بتطلع معاكي كميه يعني في منتهى الجمال وبأقل التكاليف. ايه رأيكم؟ حاجة كده في منتهى الجمال. كل سنة وانتم طيبين، واحنا داخلين بقى كده على مولد النبي. احنا اكتر دولة اللي هي مصر بتحتفل باليوم ده. ان شاء الله حبايب قلبي تجربوا الوصفة بتاعتي، ان شاء الله كمان تطلع احسن مما انا قلت لكم عليها. ربنا يحسن ما بين ايديكم حبايب قلبي، وكل سنة وانتم طيبين، ويعود علينا وعلى الامة الاسلامية بالخير واليمن والبركات. ده يعني شهر مولد النبي عليه افضل الصلاة والسلام. عايزاكم كده في الكومنتات تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. وما تنسونيش كمان في دعوة حلوة من قلوبكم، وحطوا لي بقى كده اللايك واشتركوا في القناة. باي باي.